السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هقولك على حلة تعمليها، أحلى حاجة تعمليها في الجو البرد ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله بإذن الله تعجبك. بس ما تنسيش بقى تعملي اشتراك في القناة وكمان لايك للفيديو. دعوة حلوة جدا من قلبك، اكتبي لي في التعليقات ربنا يبارك. بصوا بقى حبايب قلبي، أول حاجة جبت الحلة بتاعتي وحطيتها على النار وحطيت فيها شويه زيت، بس طبعا ما تكتريش الزيت ومش ما تقللوش قوي زياده عن اللزوم، علشان الحاجه ما تتحرقش منك. حطيت هنا كده شويه كده من الزيت، وكان عندي هنا اللهم صل على النبي اللي هو السجق. طبعا انا جبت الواحده وقطعتها على 3، وكان عندي 2 برضو من الكفتة قطعتهم برضو على 3، وابتديت اللي انا احمرهم كده في قلب الصينية. طبعا اهم حاجة لازم الزيت بتاعك يبقى مقدوح وانت بتعمليه، عشان لو انت عملتيه والزيت بتاعك مش مقدوح وكل شويه تقلبي فيه، عايزه اقولك هينهرى منك. تمام. بصي دي كده ايه احمرت معايا، بس لسه في بواقي حاجه ما لسه ما احمرتش، فابتديت اللي انا اقلب. عايزه اقول لكم والله وحشوني جدا جدا، مش عارفه اقول لكم ايه. والناس اللي بتسال عليا وبتسال على حماتي ربنا يبارك لكم يا رب. يعني انا مش مصدقه ان انتوا افتكرتوني بقالنا 6 7 سنين وافتكرتوني، ربنا يكرمكم يا رب ويبارك لكم. عندي هنا جبت 3 بصلات وحطيت عليهم قرن فلفل اخضر، وحطيت عليهم كمان طماطمايه وشويه فلفل اسود كده وضربتهم في قلب الكبه. عايزه اقولك الميكس ده كله على بعضه يا خراش على الجمال. عندي هنا بقى كده تحويجه جميله قوي جايباها من عند العطار، بيبقى عليها بصل بودره وثوم بودره وشويه كده من البهارات، الملح والبهارات اللي هي الفراخ واللحمه. حطيته كله على بعضه وحطيت منه شويه. وعندي هنا بقى شويه كده بابريكا. وسلام بقى لو حطيت عليها شويه شطه، بس ما تزوديش الشطه قوي يعني، خلينا دايما كده خير الامور الوسط في كل حاجه. حطيت شويه فلفل شويه شطه صغيرين، وحطيت بقى شويه فلفل اسود. عايزه اقول لك ريحتها جايبه لاخر الدنيا. على فكرة انا ما بحبش اتأخر عليكم ابدا، بس اللي اخرنا عليكم والله الشديد الاول. اول ما تبتدي بقى تاخد بقى غلوتين معانا كده. كان عندي هنا طماطم، بحب دايما اللي يكون عندي طماطم في الفريزر بتريحك جدا. عايزه اقول لكم كنت حطاها ومسبكاها. تمام. هاتي بقى الكميه بتاعتك اللي انت عايزاها، لو انت عايزه تعملي كيسين من المكرونه او كيس مفيش مشكله. انا حرقت لكم بقى، قلت لكم المكرونه حرقت لكم المفاجاه، بس اصبروا بقى معايا كده لحد الاخر. حطيت كده الطماطم ونزيل عليها اول ما تبتدي بقى تسبك معانا. الله، الله الريحة بقى كده جميلة يا جماعة. بقى حبايب قلبي اول ما تبتدي بقى اللي هي كده كده اصلا مسبكة معايا تمام، بس يعني تاخد كده غلوتين معايا. اول ما تبقى تسبك معاكي، عندي هنا شويه كده من الميه. طبعا دي مكان الكبه يا جماعه. تمام. الكبه بقى من بقيه البهارات اللي هو البصل والفلفل الاخضر، فحبيت بقى اللي انا احط عليه. انزلي بقى عليها بالملح المبهر بتاعك كده. انا عايزه اقول لك بحط عليه كل حاجه بجد وبيوفر عليكي كتير. بحط عليه كمون، بحط عليه كزبره، بس الاغلبيه والاكتر فيه بيبقى فيه الكزبره. تمام. بحط عليه شويه بابريكا وشويه شطه. عايزه اقولك بيبقى جميل. حطيت هنا بقى التحويجه اللي هي من عند العطار، اللي هي فيها بصل بودره وثوم بودره وكزبره وشويه بهارات كده حلوين. حطيتها اول ما غلت معانا. عايزه اقولك بقى خلت التسبيكه جدا جميله، ولا ريحتها بقى جميله. احب انا الحاجات الموهوجه كده في الشتاء يا جماعه بتبقى حلوه. عندي هنا بقى كيس مكرونه حطيته، وكمان حطيت بص جيت اقلب معايا كده لقيت قلت لا انا عايزه كمان شويه كده مكرونه، علشان لما تيجي تاكلي كده تاكلي الاكله كده وانت متمزجه معاها. تمام. بصوا بقى يا جماعه، المكرونه دي بتحب اللي هي الصلصه بتاعتها تبقى كتير او الميه بتاعتها بتبقى كتير. يعني لو انت حاطه عليها نص كيلو من المكرونه، حط عليها مثلا كيلو من الميه. حطيتي كيلو من المكرونه، حط 2 كيلو من الميه. فاهماني قصدي ازاي؟ تبقى الميه صيصه فيها كده، لان هتغلي معاكي. واول ما تغلي معاكي غلوتين كده هتطفي عليها، لان هي بتبتدي تشرب معاها، لان ميزه المكرونه دي بيبقى فيها صوص شويه كده بقى عشان تاكليها كده ويدفى اولاد. ظبطت كده كمان شويه من الملح. الله، الله على احلى اكله النهارده يا جماعه، بجد جميله جدا، جربوها وهتعجبكم. الله، شايفين بقى؟ الله، ريحه بقى مش عايزه اقول لكم. قرن فلفل اخضر بقى، الشطه اللي احنا بنجيبها كده بتبقى طعم الاكله جميل.
سيبها تهد تستوى بقى على نار هاديه، واول ما تستوى معاكي تعالوا كده الله. عايزه اقول لكم بقى اول ما تبتدي تستوى معاكم، دي خلاص هي كده انا هبتدي بقى اطفي عليها، لان هي كده استوت معاك. عايزه اقول لك كل شويه دقيقتين كده تقلبي كده من فوق لتحت وتغطي تاني وهي شغاله على النار. دي بقى المرحله الاخيره عشان اوريها لكم. عايزه اقول لكم تحفه. طبعا هي باين في الكاميرا ان هي اكنها بيضه، لا والله ده انا عايزه اقول لكم، شفتم لما كنا على البوتاجاز كانت المكرونه حمرا كده وموحوحه وجميله، بس طبعا ده بيختلف للاضاءه. تمام. تعالوا بقى نغرفها. الله شايفين؟ بس الله الله. صلى على النبي كده وتعالوا بقى نغرف لنا شوية. بجد اهي شايفة لون المكرونة احمر وجميل وصيصة وزي العسل. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. وما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات تقولي لي الله ربنا يبارك لك، ويا رب اللي تعمل لايك للفيديو ربنا يرزقها يا رب بزيارة البيت الحرام عاجلا غير آجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.